مساء الفل عليكم حبايبي، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. انا امنيه سامي، اللي لسه اول مره يشوفني ما ينساش يعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلوا كل جديد. بقالي فتره غايبه عنكم كتير، بس قلت لما ارجع لازم ارجع باكل عظمه، اكله الشتاء الخطيره القرنبيط. انا عارفه ان في ناس كتير ما بتحبش القرنبيط، بس النهارده لما تجربوا الطريقه بتاعتي دي انا متاكده انها هتعجبكم، واجمل ما في الطريقه انها بسيطه وسهله جدا. انا هنا في وصفه القرنبيط بتاعتي انا كنت جايبه قرنبيط من الفريزر، كنت مخزناه. يعني ايه؟ يعني جبت القرنبيطه بتاعتي وغسلتها كويس قوي وسلقتها وحطيت جزء منها في الفريزر وجزء استخدمته. انا هنا بوريكم ان انا مطلعه الجزء ده اللي هو من الفريزر، ده كان مجمد وسبته لحد ما يفك عشان ابدا اشتغل بيه. انا هنا نسيت اصور الجزء بتاع سلق القرنبيط فاقوله لكم سريعا كده. بجيب حله على النار احط فيها ميه، اول ما الميه تسخن معانا شويه هبدا انزل بمعلقه من الكمون، معلقه من البابريكا، معلقه بالشطه لو بتحبوا الحار، وبعد كده هنزل بالقرنبيط بعد ما اقطعه القطع صغيره زي ما انتم شايفين الحجم القطع انا قطعها قد ايه، وانزل فيه في الميه اللي في الحله. اول ما الميه تغلي اعد 5 دقايق واقفل على الحله على طول، وانزل القرنبيط في ميه ساقعه تلج عشان يوقف سواه. بعد كده بقى بحط في اكياس الاجزاء اللي انا مش هاكلها واحط في الفريزر احتفظ بيه. الطبق اللي قدامكم ده كان متخزن في الفريزر، طلعته فك معايا وهبدا بقى اجهز التتبيله بتاعته. بجيب بوله بحط فيها بيضايه و3 فصوص من الثوم مهروسين وشويه من البقدونس والكزبره مقطعاهم قطع صغيره، وابدا اقلب كله مع بعض كويس جدا، وانزل عليهم بكوبايه من اللبن، وابدا اقلب كله كويس قوي مع بعضه لحد ما كله يتجانس مع بعضه. اهم حاجه الخضره تقطع قطع صغيره علشان تقدر تمسك في القرنبيط كويس. هنبدا بقى ننزل بالبهارات بتاعتنا. اول حاجه بنزل بمعلقه من الملح ومعلقه من البابريكا، ولو بتحبوا الحاجه الحاره بننزل بمعلقه صغيره من الشطه، ومعاهم معلقه صغيره من الكمون، ولمحبين الحار زيي بننزل عليهم بمعلقه كبيره من هريسه الشطه. طبعا الهريسه والشطه دي حاجات اختياريه، مش شرط ننزل بيها في تتبيله القرنبيط. في ناس في تتبيله القرنبيط بتحب تحط الكزبره الناشفه اللي هي مطحونه. انا طبعا استكفيت بالكزبره اللي هي الخضراء، دي بالنسبه لي كفيله جدا تدي الطعم كويس قوي. بعدين هنزل عليهم ب4 معالق كبار من الدقيق ومعلقتين كبار من النشا، واقلب الخليط كله كويس مع بعضه لحد ما يبقى سمكه تقيل معايا. طبعا السمك التقيل ده مهم جدا علشان تمسك التتبيله دي كلها في القرنبيط. زي ما انتم شايفين ده السمك اللي انا عايزه اوصل له. بعد كده بقى بنزل بالقرنبيط بتاعي فيه واسيبه بقى لمده ساعه او ساعتين عقبال ما يعني القرنبيطه تشرب كويس قوي من التتبيله. في ناس بتعملها على طول في وقتها، بس انا بحب ان انا اسيبها من مده ساعه لساعتين علشان يبقى الخليط ماسك كويس مع القرنبيط ونكهه القرنبيط يبقى واخده من التتبيله كلها. بعد ما سبت القرنبيطه في التتبيله لمده ساعتين هبدا بقى اجهز الكفر الخارجي بتاع القرنبيط. بجيب كوبايه من الدقيق وهبدا انزل عليها بنفس البهارات اللي هي كانت موجوده في التتبيله، معلقه صغيره من الشطه لمحبين الشطه زي ما قلت، معلقه صغيره من البابريكا، معلقه صغيره من الكمون، ومعلقه صغيره من الملح. وبعدين بننزل ب3 معالق كبار من النشا. طبعا النشا دي مهمه جدا علشان بتدي طبقه الكريسبي الخارجيه بتاعه القرنبيط. هنقلب بقى الدقيق بالبهارات كويس جدا، وبعد كده بنجيب قطعه القرنبيطه بتاعتنا وننزل بيها في الدقيق ونعمل الكفر كويس قوي، يعني بحيث يبقى القرنبيطه واخده كل حته فيها من الدقيق. ممكن نعمل ان احنا لو انتوا عايزين الطبقه الخارجيه دي سميكه شويه، ده اللي لو بتحبوها ممكن ننزل تاني في الخليط اللي هو السائل بتاع القرنبيط ونرجع تاني في الدقيق، يعني نخش في الدقيق مرتين. ده بيخلي الكفر الخارجي سميك شويه. انا هنا بحب يبقى الطبقه الخارجيه دي رفيعه وبنحس بطعم القرنبيط اكتر، فبعملها مره واحده اللي هو باخدها من الخليط السائل وانزل بيها على الدقيق. طبعا في الوقت ده بكون مجهزه طاسه بتاعتي على النار، يكون الزيت بتاعي سخن قوي، وانزل بيه بقطعه القرنبيط. اهم حاجه في اي مقليات يا ريت ما نطلعش الحاجه المحمره، سواء القرنبيط بانيه بفتيك، في اي مناديل او اي ورق زبده بنطلعها على شبكه علشان تفضل الطبقه الخارجيه مقرمشه، بتنزل اي بواقي زيت فيها في الطبقه اللي تحتيها. اهم خطوه في قلي القرنبيط ان احنا ما بنبداش نقلب القرنبيط للناحيه الثانيه هو بيتحمر الا لما تكون الطبقه اللي هي من تحت اتحمرت معانا، علشان يفضل محتفظ بالدقيق فيه ما يقعش في الزيت. هنا خلاص بعد ما قليت الكميه اللي انا حمرتها بطلعها زي ما انتم شايفين على شبكه، وبسيبها شويه على الشبكه لحد ما تنزل بواقي الزيت كلها اللي فيها وبتحتفظ بقرمشتها بقى. زي ما انتم شايفين في اللقطه اللي فاتت دي انا بوريكم بالشوكه ازاي ان هي محتفظ بالقرمشه بتاعتها، وبجد كان خطير. انا طبعا ما قليتش الكميه كلها، فبعمل ايه؟ الكميه بقى اللي موجوده في التتبيله دي بحتفظ بيها في كيس في الفريزر، وقت ما احب اطلع واحمر بكون برضو مجهزه الدقيق اطلع واحطه في الدقيق واحمر على طول. يعني ممكن برضو نحتفظ بالقرنبيط في التتبيله بتاعته ما بيجرلوش اي حاجه في الفريزر، وبربط معاه كيس الدقيق اللي انا كنت حاطه فيه البهارات بتاعته
وقت ما احب اكل على طول بطلع من الفريزر يفكوا واحطهم على بعضهم كده واحمر على طول. بجد بتبقى اكله خطيره، وتعملوا بقى جنبها شويه طحينه وشويه بصل محمره، وبتبقى سندوتشات رائعه. ممكن لو شويه سلطه، بجد اكله بجد شتويه جميله جدا. يا ريت بجد تجربوا طريقتي فيها، بجد بتخلي القرنبيط طعمه خطير. حتى شايفين لونه جميل ازاي من غير بقى كركم ولا اي الوان، طبيعي جدا. وبجد طريقه سهله وبسيطه جدا بدون بقى بهارات كتير وخزعبلات كتير، هي حاجات بسيطه بتدي طعم القرنبيط طعم رائع. لازم تجربوا طريقتي وان شاء الله هتعجبكم. وبكده تكون وصفتنا النهارده خلصت، يا رب تكون عجبتكم. ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك عشان ده بيفرق معايا كتير. مستنيه كومنتاتكم عشان ده بيشجعني انزل لكم فيديوهات كتير. ونفسه في اي اكله واي وصفه اكتبي في الكومنتات وان شاء الله انفذها له. واللي بيتفرج عليا لحد دلوقتي ولسه ما عملش اشتراك، يا ريت يعمل لي سبسكرايب عشان يوصلوك كل جديد. واستنوني ان شاء الله المره الجايه في اكله جديده ووصفه جديده. سلام.